هتكلم معاكم النهارده عن الموبايل ابلكيشن، خاصه مجال فلاتر. اولا الموبايل ابلكيشن فيه اكتر من تراك زي الرياكت نيتيف، وفي الكوتلين بالاندرويد نيتيف، وفي الاي او اس، وفي زامرين. لكن احنا هنا بنتكلم بشكل اساسي عن فلاتر. ايه هي فلاتر؟ فلاتر عباره عن فريم ورك ظهرت 2017 من شركه جوجل، وزي ما احنا عارفين في اكتر من بلاتفورم مختلفه زي الاندرويد والاي او اس والديسكتوب والويب. اللي بيميز فلاتر ان هي تقدر تبني موبايل ابلكيشن بكود واحد على كل البلاتفورمز دي. زي ما اتكلمنا ان فلاتر من اقوى الكروس بلاتفورمز اللي موجوده، اللي بتقدر تبني ابلكيشن للويب والاندرويد وللاي او اس، وكمان معروفه بالنيتف بيرفورمانس. فبالتالي الشركات الكبيره اللي زي اي بي ام وطلبات بدات توظف او بدات تتجه للمبرمجين اللي شغالين بفلاتر. ده غير ان كل منتجات جوجل مبنيه بفلاتر. عشان ابدا في فلاتر محتاج ايه؟ محتاج ان انا اتاسس في لغه برمجه اسمها دارت، برضو دي تبع شركه جوجل، وظهرت قبل فلاتر بحوالي 5 سنين في 2011. ودي اللغه اللي مكتوب فيها الفريم ورك بتاعت فلاتر او المكتبات اللي موجوده في فلاتر. خلونا نعرف الاول يعني ايه او بي، وهي البرمجه الشيئيه. لو رحت على جوجل ترانسليت وكتبت اوبجكت اورينتد بروجرامنج هتلاقي بيقول لك البرمجه الشيئيه او البرمجه الكائنيه. طيب يعني ايه برمجه كائنيه او برمجه شيئيه، او يعني ايه او بي اصلا؟ هو بينقسم لاربع مبادئ. معانا الابستراكشن والبوليمورفيزم والانهيرتنس والانكابسوليشن. ليه لازم اتعلم او بي؟ في البدايه لو حبيت اعمل سيستم اي كوميرس مثلا، هيكون معايا داتا كتيره جدا لليوزرز وللموظفين والبرودكتس، فهيبقى يكون صعب اتعامل معاها بشكل فانكشنال او بالفانكشنال بروجرامنج. هبدا اتعامل معاها كاوبجكتس، وابدا اقسم الاوبجكتس دي على حسب العناصر اللي موجوده معايا في السيستم، زي الموظف واليوزر والبرودكت. احنا زي ما قلنا معانا اربع مبادئ في الاو بي: ابستراكشن وانهيرتنس وبوليمورفيزم وانكابسوليشن. خلونا نبدا نوضح مبدا ونبدا بالابستراكشن. الابستراكشن بيساعدني ان انا احمي الداتا بتاعتي او اخفي الداتا بتاعتي عن اليوزرز التانيين او عن الديفلوبرز التانيين، بحيث ما يقدروش يعملوا اكسس على الفانكشنز اللي موجوده في الكلاس ده. مثال مثلا، تعالوا نرجع كده لاكزامبل الاي كوميرس. في الاي كوميرس انت لو حبيت تعمل عمليه دفع، عندك البيمنت جيت ويز، الحاجات دي لازم تكون محميه عن اليوزر ما يهموش العمليه او الفلوس بتروح منين لفين، يهمه بس الاوامر اللي بتظهر له يعمل عمليه الدفع وخلاص. فده احسن مثال ممكن نطبق عليه الابستراكشن. تاني مبدا معانا هو مبدا الانكابسوليشن. والانكابسوليشن من اسمه هو انك بتعمل كبسوله للاتريبيوت اللي معاك، بحيث ما تقدرش تعمل له اكسس او ما تقدرش توصل له غير في شروط معينه. زي ايه الشروط دي؟ لو رجعنا لمثال الاي كوميرس اللي قلناه في البدايه، لو انت حبيت تسجل دخول على السيستم ده والسيستم ما بيقبلش يوزرز اقل من 16 سنه وانت سنك 15 مثلا، فالسيستم هيرفض يقول لك لا سنك غير مناسب. غير كده تقدر تسجل دخول عادي وتعرف تعمل كل الفانكشنز عادي. ثالث مبدا معانا هو مبدا الانهيرتنس. خلونا نرجع برده لمثال الاي كوميرس اللي شرحناه في البدايه. احنا معانا كام يوزر او معانا كام شخص ممكن يتعامل على السيستم ده؟ الموظف او الامبلوي اللي مسؤول عن السيستم او اللي بيتعامل على السيستم، واليوزر اللي بيدخل يشتري البرودكتس من عليه. فاحنا لو رجعنا كده او جينا نعرف يعني ايه يوزر ويعني ايه امبلوي، الاثنين عباره عن اشخاص، فانا الاثنين عندهم صفات مشتركه زي الاسم او العنوان او السن والحاجات دي. فانا ممكن اعمل كلاس اسمه بيرسون اسجل فيه البيانات المشتركه ما بين الاثنين، ويبداوا يورثوا منه. الاثنين عباره عن اشخاص بس كل واحد فيهم ليه طباع مختلفه، واحد موظف والثاني بيشتري منه. رابع مبدا معانا هو مبدا البوليمورفيزم. البوليمورفيزم لو ترجمناه للعربي هو التعدديه، هو ان انا اقدر اعمل اكتر من حاجه من كلاس واحد او من ميثود واحده. زي نرجع لمثال الاي كوميرس اللي كنا طبقنا عليه. لو انا دلوقتي معايا في السيستم ده كلاس اسمه بيرسون، البيرسون ده بيورث للامبلوي ويورث لليوزر، والامبلوي بيورث لكمان اثنين كلاسز، ريسبشنست ومانجر. المانجر والريسبشنست يقدروا يعملوا اكسس للداتا اللي داخل السيستم بس بصلاحيات مختلفه. طيب ده انا ممكن اعمله ازاي؟ في الكلاس اللي اسمه الامبلوي هيبقى في ميثود اسمها مثلا اكسس، وكل واحد فيهم بيعمل اوفررايد للميثود دي، وكل واحد بيتعامل فيها على حسب الصلاحيات المتاحه معاه. طيب دلوقتي بعد ما عرفنا يعني ايه او بي اي ويعني ايه انكابسوليشن ويعني ايه ابستراكشن ويعني ايه بوليمورفيزم، وعرفنا كل المبادئ بتاعت الاو بي، طيب انا ليه اتعلم الحاجات دي عشان اذاكر فلاتر؟ لو انت بدات فلاتر من غير ما تتعلم او بي، هيقابلك مصطلح اسمه ويدجت، وهيقابلك مصطلحات ثانيه او ويدجتس ثانيه اسمها كونتينر وتكست مثلا نتكلم عليها بعدين. الحاجات دي هتلاقي فيها حاجات فيها ابستراكت وحاجات فيها مستخدمه مبادئ زي البوليمورفيزم. في مبدا او في ويدجت زي الكولومن والرو ممكن تاكسس ليها اكتر من ويدجت، بس اللي كذا ويدجت دي مختلفين عن بعض. انا بنفذ الكلام ده ازاي؟ لو رجعنا لمبدا البوليمورفيزم، طيب حاجه اسمها ويدجت مثلا او ويدجت كبيره اسمها الويدجت معموله ابستراكت. طب معموله ابستراكت ليه؟ لان انا ما اقدرش اعمل منها اوبجكت وتظهر على الشاشه بتاعتي، لان مش حاجه اسمها ويدجت ممكن تبان، لكن في حاجه اسمها كونتينر ممكن اديله لون ويبان على الشاشه بتاعتي. ده كده بشكل بسيط ليه لازم نتعلم او بي. احنا عايزين نتكلم عن مصطلح مهم جدا في فلاتر ودايما بنسمع عنه لما نيجي نسيرش عن فلاتر، وهو الويدجت. طب ايه هي الويدجت؟
كل حاجه في السكرين قدامنا بنعملها عن طريق فلاتر هي بتكون عباره عن ويدجت، او بيتك على المصطلح ده هي بتكون عباره عن ابستراكت كلاس هو اوريدي جاهز اصلا، انا بس بديله البارامترز اللي هو بيكون محتاجها. على سبيل المثال مثلا التكست اللي بيظهر عندنا او البوتون اللي بندوس عليه ده بيسمى ويدجت، لكن مثلا التكست انا بديله بس يعني بقى عندي حاجه اسمها تكست اصلا ده كلاس جاهز، انا بس بديله حاجه انا عايزاها تظهر سواء اسم شخص مثلا او اي حاجه بتكون كلام المفروض انها تظهر. الويدجتس عشان احنا نرتبها من بعض بنستخدم تكنيك معروف في فلاتر هو الويدجت تري. التكنيك ده بيساعدني ان انا ارتب الويدجتس اللي انا هستخدمها. على سبيل المثال مثلا احنا عندنا ويدجت اسمها كولوم وويدجت تانية اسمها رو، دومت بستخدمهم عشان اقسم الشاشه بتاعتي. يعني انا عايزه احط كذا كومبوننت في الشاشه بتاعتي او كذا ويدجت هيكونوا بالعرض مثلا، طبيعي بستخدم رو. الكولوم بيقسموه وانا عايزه احطهم بالطول. طب مثلا انا بقى ببدا استخدم ويدجت تري ازاي؟ انا عندي اول حاجه بحطها في الويدجت تري بتاعتي بتكون سكافولد. سكافولد ده بيقسم الشاشه بتاعتي ان انا عندي اب بار، ده طبيعي كلنا بنشوفه بيبقى ظاهر فوق مثلا سواء اي اسم ابلكيشن او سهم مثلا لو انا هرجع او هطلع، وبيكون عندي بيقسم لي البادي بتاعي اللي هو الصفحه نفسها ايه اللي ظاهر فيها، وبيكون عندي فوتنج اكشن بوتون ده بيكون زرار ظاهر في الجنب كده. طيب انا بقى ببدا اقسم ازاي؟ ببدا اول حاجه سكافولد، ببدا ان انا بعد كده بديها البادي بتاعها، ببدا ان انا اشوف مثلا فلو انا هستخدم كولوم فبقى فيه جواه كذا عنصر، ده بيبقى ويدجت، ده بيبقى زي تشايلد لو تشيلدرن لو، وممكن بعد كده يبقى فيه مثلا تكست جواه او بعد كده بوتون او كذا عنصر، فهي بتساعدني ان انا بقسم العناصر بتاعتي، وده بيسهل عليا ما اجي اكتب اي كود، فبيبقى ده ديزاين بيفهمني الكود بتاعي هيمشي ازاي وكل حاجه بتورث من ايه بالظبط. لو هندي مثال على ابلكيشن احنا بنستخدمه على طول هيكون فيسبوك. طب انا بفتح فيسبوك بلاقي بيكون في فوق كده ده بقى احنا بنسميه اب بار، هو بيكون مكتوب فيه فيسبوك وبيكون في ايكون مثلا سهم لو انا هرجع او لو انا هطلع، وبيكون في كمان زي ايكون كده زي درور في الجنب لما بفتحها بيظهر لي اوبشنز ثانيه، وبيكون عندي البادي بتاعه اللي انا بشوفه اللي هو البوستات، ده بنسميه هو ممكن يبقى ظاهر كانه كولم يعني هم مترتبين بالطول، بس هو احنا بنسميه ليست فيو، ده بيبقى ادق لان يعني البوستات بتبقى كلها يعتبر شكل واحد يعني بتختلف في الكونتنت بتاعها بس، واقدر ان انا اعمل فيه السكرول بتاعي، وبيبقى ظاهر عندي برضو ايكون تحت ده بنسميه النافيجيشن بوتون، ان انا بيبقى ظاهر عندي كذا مكان انا هروحه، زي مثلا لو انا عايز اشوف فيديو، لو انا عايز اشوف جزء السيتنج بتاعتي، او لو انا عايز اشوف البوستات نفسها، او احيانا بيبقى فيه فريند ريكوست او كل ده برضو ان انا بقدر اتحكم فيه. ايه الداتابيز اللي انا بتعامل معاها في فلاتر؟ في البدايه احنا عرفنا ان احنا بنقدر نعمل يو اي وبنقدر نعمل سكرينز شكلها حلو ونعرف نبعت فيها داتا ونستقبل منها داتا. طيب الحاجات دي بتتم ازاي؟ لازم يكون عندي داتابيز اقدر اكسس عليها الداتا استقبل وابعت لها. طيب ايه الداتابيز اللي انا بستقبلها في فلاتر او بستخدمها في فلاتر؟ عندنا 3 حاجات. انا بتواصل ازاي مع الديفلوبر بتاع الباك اند؟ عن طريق حاجه اسمها اي بي اي او الابلكيشن بروجرامينج انترفيس، ده عباره عن اند بوينتس بتتبعت لي من الباك اند فيها كل الكويريز او كل المودلز اللي هو مكريتها انا اقدر اعرضها في الشاشه بتاعتي. ده اول طريقه، وبستخدم فيها 2 باكج زي الاتش تي بي او الدي اي او، دول اقدر اعمل بيهم ريكوست للداتا في الابلكيشن بتاعي او في الكود بتاعي عشان الداتا تظهر على اليو اي. احنا نقدر نعمل ازاي ونقدر نعمل اللوكال داتابيز ازاي في فلاتر؟ عن طريق باكج اسمها سيكولايت، وهي بتساعدني ان انا اعمل سيف للداتا اللي موجوده معايا لو النت مش موجود. برضو بتعامل فيها عن طريق ميثودز وعن طريق مودلز زي بالظبط ما بنعمل في الاي بي اي بس من غير باكج اتش تي بي ولا دي اي او. طب ايه نوع الداتابيز الثالث اللي انا ممكن اتعامل معاه؟ قبل ما اقوله في سؤال شائع دايما في فلاتر، هي فلاتر دي فرونت اند ولا فول ستاك؟ الداتابيز دي هتجيب على السؤال ده. الفرونت اند لو انت بتتعامل مع اي بي اي فانت مجرد فرونت اند للموبايل ابلكيشن، بتعمل اليو اي بتاعك وبتعمل الريكوست من الاي بي اي وبتعرض الداتا. طيب لو انت عايز تعمل ابلكيشن قائم بذاته من غير ما تكون بتتعامل مع ديفلوبر باك اند، بتستخدم حاجه اسمها فاير بيز، دي خدمه من خدمات جوجل متوفره تقدر تعمل عليها اكسس وفيها ليميت معين فري. طيب تعمل لها اكسس لايه؟ مثلا زي الاوثنتيكيشن، مثلا عايز تخزن داتا اليوزرز عندك حاجه اسمها اوثنتيكيشن في فاير بيز، عايز تخزن داتا او تخزن صور فيديوهات حاجه اسمها ستورج، عندك ريال تايم فاير ستول، عندك حاجات تانية زي الماشين ليرنينج على الفاير بيز تقدر تستخدمها. كل دي حاجات تقدر تسرش عليها وتعرف ازاي بنعملها. هنتكلم عن مصطلح تاني وهي من نقطه مهمه جدا وانا بعمل اي ابلكيشن في فلاتر، هو ستيت مانجمنت. طب هنوضح باول هي ازاي الداتا بتاعتي بتبقى موجوده في الابلكيشن. في داتا بتبقى متخزنه اصلا على فاير بيز او على داتا بيز اصلا، وابدا ان انا استخدمها.
يعني او بعمل ساين ان بيبقى بكتب اسمي وبعد كده بلاقيه بيظهر تاني، ده ممكن يكون اتسجل في داتابيز او فايربيز. ولكن في داتا تانية بتبقى يعني ممكن استخدامها بشكل مختلف. على سبيل المثال لو انا دلوقتي في اي اي كوميرس اب وبشتري حاجات، بلاقي ان انا كل ما بختار عنصر عندي في الكارت بتاعتي ايكون كده مكتوب عليها 1 لا 2 لا 3 حسب العناصر اللي بجيبها. ولما باجي اعمل بيمنت برضو بلاقي ان العناصر مثلا مكتوب ان انا عندي 3 عناصر ودول انا فعلا اشتريتهم. طب ده بيتعمل ازاي؟ ده عن طريق ستيت مانجمنت. الستيت مانجمنت هي من اسمها انا بتحكم في الستيت، يعني انا الفاريبل بتاعتي بتحكم مثلا في قيمته 1 أو 2 أو 3 وهكذا. ممكن اكون بتحكم في لون او حسب الفاريبل بيكون عندي. فهي دي بقى بتبقى النقطه، ان انا عايزه اتحكم في فاريبل واحد بس هو موجود عندي في كذا مكان في الابلكيشن، وانا مش محتاجه ان انا اخزنه في داتابيز وارجع استدعيه تاني. فده احنا هنتكلم فيه بقى دلوقتي. طب هو ستيت مانجمنت، انا زي ما احنا هنعرف اكتر في هو في سيت ستيت. طب انا ليه ما استخدمش في كل حاجه سيت ستيت؟ ببساطه ان انا سيت ستيت هتغيري في مكان واحد، ولو انا عايزه بعد كده ابعت هضطر ان انا ابعت الفاريبل نفسه، لكن انا عايزه اغيره مره فيتغير في كل الصفح. وفي نفس الوقت انا سيت ستيت لما باجي استخدمها بتضطر ان هي تبني لي الشاشه من اول وجديد، فده بيقلل لي من البرفورمانس بتاع الابلكيشن. فعشان كده ستيت مانجمنت هي بتفرق عن ده في ان هي بتديني برفورمانس احسن، وان انا بكتب سطور كود برضو بتعتبر اقل. طب في طرق ستيت مانجمنت، هي عندنا كذا طريقه، عندنا البلوك وعندنا بروفايدر، عندنا الجيت اكس. طب هما بيفرقوا عن بعض؟ لا، هما كلهم بيأدوا نفس الوظيفه، ولكن بتفرق في الكودنج، الامبلمنتيشن بتاعهم في الكودنج بيكون مختلف. ممكن بتفرق على السكيل بتاع البرنامج اكتر، يعني مثلا لو انا عندي سكيل صغير بيبقى بروفايدر ممكن اختار مناسب اكتر، لكن مع ما بيكبر السكيل بتاعي ممكن البلوك يكون افضل في نقطه زي دي. ولكن لازم ان احنا نتعلمهم كلهم عشان نقدر نطلع بابلكيشن كويس، وكمان عشان نقدر نعرف الفروقات بينهم واحنا نحدد ايه مناسب نستخدمه في انهي برنامج بالظبط. بعد ما هنكون عدينا بكل الفيديوهات اللي فاتت، هيبقى عايزين نعرف مثلا انا المفروض بقى اعمل ايه بعد كده. يعني انا مثلا دلوقتي عرفت ستيت مانجمنت وعرفت او بي وعرفت اليو اي بتكون من ايه. اهم حاجه في الوقت ده المشاريع، ان انا اشتغل مشاريع كتير واشوف ايه اكتر مشاريع ممكن ان هي تكون موجوده. يعني مثلا زي الاي كوميرس ده مشروع بيستخدم كتير، فممكن ان انا اجرب وان انا اكتب كود فيه وان انا اطبق كل اللي انا درسته عليه. دي حاجه هتفيدني جدا. المشاريع هي اكتر حاجه بتثبت احنا بنعمله، ان هو كودنج مش حفظ ممكن انساه بسهوله، لكن ان انا اطبق وان انا اشتغل وان انا اكتب كود واغلط واتعلم، هو ده بيفرق معايا جدا. طب انا في كتابه الكود بحتاج ان انا اطبق برضو كذا مبدا تاني، منها ان انا يبقى عارف يعني ايه كلين كود ويعني ايه كلين اركتكتشر. دي حاجه بتكون ممكن ادفانسد اكتر بس لازم اكون عارفها. يعني مثلا وانا بكتب الكود بتاعي مهم جدا ان انا اخلي بالي مثلا من الاسامي اللي انا بكتبها ومن الفانكشنز اللي انا بستخدمها. ده ليه؟ عشان بعد كده لو انا جيت اعدل عليه يبقى الموضوع سهل بالنسبه لي، ولو حد تاني جه يقراه يبقى سهل برده بالنسبه له انه يفهمه، وفي نفس الوقت بيساعدني لو في ايرور. ومنها كلين اركتكتشر، ان انا ابقى عارف كل حاجه محطوطه فين، الفايلز بتاعتي متنظمه. يعني بجد من ابسط الطرق ان انا مثلا يظهر عندي ايرورز ان انا مثلا انسى انا كنت حاطط الفانكشن دي فين، او الفانكشن دي اصلا انا استخدمتها في ايه وايه اللي فيها، وده بيطلع ايرورز كتير جدا لما باجي اعمل ريفاكتوري اي كود عندي. فده مثلا من المصطلحات المهمه جدا اللي انا لازم اكون دارسها وانا خلاص بقى بطور من نفسي وصلت لجزء ادفانسد. منها برضو الديزاين باترن. الديزاين باترن بيساعدني ان انا الاقي برضو حلول لمشاكل بتقابلني في الكود بتاعي، وبحاول ان انا اقرا عنه، وبينظمني برضو، بيساعدني في التنظيم، وبيساعدني ان انا افهم اصلا انا بديزاين ازاي. وبرضو من المبادئ مهمه جدا السوليد، وده بيساعدني كمان في الاو بي وبيساعدني في التنظيم. فدي نقط مهمه جدا لازم ان انا ابص لها وقت ما انا خلاص بقيت ادفانسد. ولازم دايما اراجع على الاكواد بتاعتي وابص على الكود بتاعي القديم واعمله ريفاكتور تاني، واشوف برضو ايه المشاكل اللي تبقى عندي، واخلي بالي من كل التفاصيل دي. جايز تكون تفاصيل صغيره جدا، ولكن فعلا دي ممكن تفرق في كود بتوديه في اماكن تانية، وفي نفس الوقت بعد كده يعني انا هشتغل في شركه او في مكان بتساعد الناس اللي معايا اكتر وبتنظم الدنيا اكتر. طيب دلوقتي بعد ما عرفنا ايه فايده الاو بي، وبعد ما عرفنا يعني ايه يو اي في فلاتر، وبعد ما اتعلمنا يعني ايه ستيت مانجمنت يعني ايه، وايه الداتابيز اللي بنتعامل معاها، وايه الخطوات اللي بعد كده عشان يبقى مستوانا ادفانسد. طب احنا دلوقتي بنقدم لك ايه؟ عندنا في اي تريبل اي في رود ماب احنا بانيينها من الصفر لحد ما ان شاء الله تقدر تعمل ابلكيشن وتقدر تجيب فلوس. تمام. الرود ماب دي منقسمه لثلاث مراحل. اول مرحله او اول ليفل هو ليفل البيجنر، بتبدا تتعلم فيه او بي ومصطلح الويدجت تري، وده اهم مصطلح تقريبا في فلاتر بجانب الاو بي. تاني ليفل بتبدا تتعلم الستيت مانجمنت وبتبدا تتعمق اكتر في اليو اي، بتبدا تعمل شاشات كويسه وعليها تاسكات كويسه، زائد السيكولايت والستيت مانجمنت زي ما قلت. الليفل الثالث ده ليفل الادفانسد، لكن قبل ما توصل للليفل الثالث انت ممكن تكون جاهز تعمل ابلكيشن وتتعامل كفريلانسر من بعد الانترميديت او الليفل الثاني. الليفل الادفانسد ده بيضيف لك حاجات زي الفاير بيز، حاجات زي ستيت مانجمنت ثانيه زي البلوك،
حاجات ادفانسد اكتر تخلي ليك قبول اكتر في الشركات لو راح تقدم في مكان. بس شكرا ليكم.